في سؤال جاني من واحدة بتقول لقيت داود عشان يخطب بنت شاول قال له هات 100 غلفة من الفلسطينيين، راح جاب له 200. طب راجل قتل قتلة وقتل ناس عشان هو يتجوز، يعني هو ده المهر ودول ناس يموتهم، فازاي يبقى داود ده حسب قلب الله؟ في الحقيقة أنا عايز أقول على حاجة، إن في رجال العهد القديم اتختم عليهم جميعهم بختم واحد، قال إيه؟ الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يصنع صلاح، ليس ولا واحد. أما إمتى اتقال على عبد داود رجل حسب قلبي؟ أنا أحكي لك أنا الكلام ده. أول ما أبشالوم استولى على الحكم وطرد داود، وداود خرج من قصره، وأبشالوم انتهك كل حرمات القصر وابتدى عايز يطرد داود، جم قادة بتاع داود جمعوا وابتدوا يرتبوا الجيش وقالوا نروح نحارب. أما هم رايحين يحاربوا قال لهم ترفقوا بالفتى أبشالوم. بقى أبشالوم طردك وفضحك وموت ابنك وانت تقول له ترفقوا؟ ده القلب. ولما راحوا هناك وقدروا ينتصروا ورجعوا داود له الملك وقتلوا أبشالوم، خافوا يقولوا له، لحد ما ابنير دخل له قال له يعني لو كنا كلنا أموات وأبشالوم حي كنت فرحت. وداود كان بيبكي ويقول يا أبشالوم يا ولدي. فالحتة دي فيها قلب جميل قوي. ابنك طردك، ابنك بياخد منك الملك، ابنك عمل وفضلت تحبه وتخاف عليه، هو ده قلب الله. وده اللي يبان في الابن الضال وفي حاجات كتير. انما في سائر اعمال داود ما ياما في خطايا وربنا اقام اناس بهم ضعف. شفنا ابراهيم بيكذب، شفنا اسحاق كذا. بص حبيبي، الله لم يؤله احد في الكتاب المقدس، بل الكتاب المقدس تفنن في ذكر ضعفات الكل. اما بالنسبه حسب قلب الله فتبان في وقعه ابشالوم بالذات. شكرا.